السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد، وان شاء الله النهارده عملت معاكم كده روتين في يوم اجازتي. فطبعا قلت كده ما اعمل غدوة مصرية اصيلة كده، فعملت محشي وممبار. ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي وممبار، وسلقت جنبهم لحمة. الممبار ان شاء الله هنعمل مع بعض من الف للياء، من اول الغسيل لحد التحمير. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى سبسكرايب ولايك والكومنت. فيلا بينا بقى نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المفروض ان انا كنت جايبه الممبار ده، المفروض يعني ان هو كان متنضف، بس طبعا زي ما انتم شايفين ولا باين عليه ان هو اصلا اتنضف. فقلت اما ارجع اعيد عليه تاني. اول حاجه حطيت كربوناته وخل. هسيبهم في شويه الكربونات والخل دول نص ساعه. لو انتي لسه خالص جايباه طازه ما عملتش فيه اي حاجه، هتحطيه كده نص ساعه. تمام، الكربونات والخل دول هيفورلك اي حاجه فيه. تمام، وبعد كده هتحطيه بعد نص ساعة، يعني هتحطيه على الحوض او على الرخامة وتجلديه. في طرق كتيرة ان شاء الله نبقى نعملها مع بعض. فجيت دلوقتي حطيت عليه شوية المية وسبت نص ساعة يتنقع. وبعدين جيت هنا اهو قورت البتنجان وحطيت عليه شوية ملح ومية، وطلعت اللحمة تفك. دي كانت اول حاجة عملتها. فبعدين بقى قلت بقى ايه، بما ان انا هعمل صلصة محشي، فقلت بقى اما ايه، هعمل منها صلصة محشي ومنها ايه، خلطة محشي وخلطة الممبار. فرمت الطماطم شوية طماطم حلوين، وقطعت كمية بصل كويسة. كويسة، كمية بصل محترمة، لان انا هعمل من خلطة المحشي وخلطة الممبار. وحطيت عليها اي مادة دهنية بقى انت عندك. وعندي ما تيجي تحمر كده طبعا حطيت كيسين الصلصة. انا بحط الصلصة في جنب كده واقلبها لوحدها شوية علشان تنزل لي اي مواد حافظة، تقتل لي قد اي مواد حافظة قبل ما اقلبها على البصل. تمام، لوحدها كده بشوية عشان المواد الحافظة. قعدت اقلب شوية حلوين كده لحد ما اقتل اي مواد حافظة فيها، اي مواد حافظة فيها او كده. بعد كده عادي هرجع اقلبها مع البصل عادي. وبعدين بعد كده هنا بقى الممبار، بعد ما حطيت عليه الخل وكربوناته وسبته نص ساعة، شفت بقى شكله وشفت المية اللي نزلها عاملة ازاي. الكربونات والخل دي يا جماعة وصفة حلوة جدا جدا، وهتعجبكم كمان في الكرشة. جربوها في الكرشة هتعجبكم جدا. المفروض يعني، بس انا كنت ايه عامله الماده اللزجه دي. المفروض يعني ان انت لو لسه جايباه جديد هتحطيه على رخامه وتجلديه زي ما بنقول. في كمان موضوع جديد بالسلك كده لسه مكتشفاه قريب، نبقى نجربه مع بعض ان شاء الله. فبعدين كده بقى هغسله بملح ودقيق. احط الملح. ممكن تغسليه بملح خشن، هو الاحسن ملح خشن، بس انا بصراحه ما كانش عندي ملح خشن فعملته بملح ناعم. تمام، فهحط الملح وبعد كده اجيب الدقيق. كده انا حطيت الملح والدقيق من غير اي ميه. تمام، عشان اعرف ادعكهم كويس. في طرق كتيرة جدا لتنظيف الممبار، ان شاء الله باذن الله نبقى نعملها مع بعض طريقه كده. بعد كده هتدعكيه جامد كده، تقعدي تدعكي فيه بالطريقه دي عشان بيبقى فيه حاجات لازقه كده، حاجات سمرة وحاجات لازقه في الطبقه الدهنيه اللي بره في الممبار. فانت الدعكه دي هتساعدي انك تشيلي اي بواقي او اي حاجه لازقه في الجلد، او في رمله وحاجات لازقه في الدهنه، جلد الدهنه اللي بره دي. فانت بالطريقه دي ان شاء الله باذن الله هينضف معاك. هتفضلي بقى تعملي فيه كده بالطريقه دي. تفضلي بقى ممكن فيه كده جامد. وبعد كده رجعت شطفت بميه. تمام، واصفيه وارجع احط تاني ملح ودقيق، واقعد احك وملح ودقيق، واقعد كده. كررت الخطوه دي اكتر من 3 4 5 مرات. الرينج ده خد مني وقت بصراحه، لانه بيبقى ليه ريحه يا جماعه، بتبقى ريحته غير طبيعيه. بس انا الحمد لله الحمد لله كان ريحه هتشوفي في الاخر لونه بصي ابيض زي القشطه زي ما بيقولوا، حلو جدا. حطيت ملح ودقيق تاني وارجع ادعك بالطريقه دي كله مع بعضه. تمام، فكررت الخطوه ديت كتير. وبعدين جيت صفيت الميه، وهرجع بقى ايه كده. انا غسلت الوجه الاولانيه اللي هي بقى فيها الدهن دي، ظبطتها. بعد كده هغسل الطبق كويس عشان هقلب على الواجهه التانية، عشان بس ما الريحه وكده. تمام،
فهرجع بقى اقلبه دلوقتي كده. هو كان كده على الوجه اللي بره اللي هو بتاعت اللي هي على الدهن، عشان لو في حاجه لازقه ولا كده ولا رمله ولا كده. وبعد كده شفتي رجعنا قلبناه، وهنرجع نغسله تاني. الغسل اللي احنا غسلناه في الاول ده تاني هنرجع نغسله تاني. تمام. بصي شفتي قلبتي هنقلبه ازاي بكل سهوله. على فكره يا جماعه طريقته سهله جدا، اذا كان تنظيف او حشي او تسويه سهل جدا، مش معقد. وما تعقدوش نفسكم يا جماعه، كل حاجه سهله جدا. وما تقلقوش يعني، كل حاجه سهله، بلاش تعقدوا الدنيا عن نفسكم. بس هنقلبه بقى كده، وهقلب بقيه الكميه كلها وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. هنا اهو، هنا كانت الصلصه بدات تسبك. حطيت بقى التوابل، بهارات السبع وملح وكمون وفلفل اسمر، وحطيت قرن فلفل حامين، عشان طبعا الممبار والمحشي عايزاهم سبايسي شويه. وبس بعد كده قلبتها، واول بقى ما هتسبك خالص هطفي عليها. وهنرجع بقى نكمل الممبار بتاعنا كده بعد ما سيبناه شويه نقعناه شويه في الميه. رجعنا تاني نكمل عليه بقى عشان نغسله على الطبقه التانية. وحطينا برضو الملح والدقيق و... و... وندعك. نحط الملح والدقيق وندعك، ونغير الميه ونرجع ندعك تاني وكررت برضو الحركه دي فتره برضو، يعني كررتها 5 6 مرات برضو. هو بصراحه اخد مني وقت، طبيعي ان هو ياخد منك وقت في الغسيل وكده. تغسليه حلو كده، وكده ترجعي تغيري عليه الميه وتزودي تاني، زودت شويه ملح وهدعك جامد كده كويس. رجعت هنا بقى حطيته، شوفوا لونه فتح ازاي، فتح شويه. بعد كده حطيته بقى بليمون ودقيق وملح وخل وسبته شويه، ونرجع بقى نكمل تاني. سيبه هرجع اكمل فيه غسل تاني. هنا قطعت الخضار وحطيته على الصلصه، وجيت هنا غسلت البتنجان عشان ابدا بقى احشيه. تمام. كنت حشيته بقى ساعتها. بعد كده جيت هنا اشوح اللحمه. بصوا بقى هنا في اللحمه هنا يا جماعه انا حطيتها وسبتها لحد ما نزلت الميه اللي فيها كلها. نزلت ميه كده. تمام. ممكن تغليها، بس انا حطيتها وبعد كده هي نزلت ميه. رجعت كبيت الميه وغسلت الحله، ورجعت بقى بهرتها تاني، وحطيت البصل والطماطم والبهارات. وبعد كده رجعت زودتها الميه وسبتها مع بعض لحد ما تستوي. ممكن يعني انا بحط حله فاضيه ما فيهاش اي ماده دهنيه، واحط اللحمه وتصفي ميتها وارميها. ممكن تحطيها تاخد غلوة وترجعي تشتغلي فيها عادي، بس المهم انها تخلص المية اللي فيها دي. بعد كده رجعت تاني هنا بقى للممبار، غيرت عليه ورجعت نقعته تاني بمية وملح ودقيق وخل تاني. تمام. هنا بس الاضاءة كانت بتطفي، الفلاش كان بيطفى. هنا بقى بصي كده بقى كنت انا خلصته، كان ابيض ابيض بجد يعني. هو بس الاضاءة معكساني شوية، بس هتشوفيه في الاخر. بجد كان ابيض وفظيع فظيع فظيع، لونه حلو جدا. دي بقى الخلطة. كنت انا ساعتها حشيت بقى البتنجان، فهاجي بقى هنا احشي. جيت هنا اهو ظبطت الدنيا بقى وعملت الصورة، وضحتها كويس، ما كانتش واضحة الاول. فبص شوفي انا بفتحه بمسكه ازاي بالصبعين دول كده، وارجع بصي كده. انا هنا مش مسرعه الفيديو على فكره يا جماعه. تمام. فشوفي بقى بدخل كده كده. الطريقه دي سهله جدا الحشو على فكره. وارجع اعمله كده وادخله في كده بكل سهوله، ومملهوش عشان لو ملاتيه او كتمتيه اولا الرز مش هيستوي. ثانيا ممكن يفرقع منك في الحله. فانا ما ملاتوش جامد بصراحه، يعني ما بتملهوش طبعا. تحشي ازاي، توسعي كده كده، ترجعي تكملي من الناحيه التانية. بصي بتنضفي طبعا من الرز عشان الرز ما يبقاش معاكي في الشوربه بتاعته. فبتنضفيه طبعا من الرز، وشوفي سايباه مهوي ازاي، ما تملوش قوي. وبس هحط الطرفين على بعض واحطهم. بصوا بقى هنا حبيت اوريلكم في الاضاءه
شايفين ابيض ازاي، ابيض ابيض بجد. كان يعني تعب ما كانش على الفاضي بصراحة فيه. وبعد كده هرجع الطويلة طبعا هقسمها وهكمله، وبعد كده هرجع لكم بقى نشوف احنا عملنا ايه. هنا بقى كنت حضرت حلة كبيرة وحطيت فيها بصلة وثوم وملح وكمون ومستكة وحبهان، بهارات لحمة عادية. ولازم بس في تكة، بس لازم تكون المية بتغلي عشان اول ما ينزل ما يفرقعش منك. وهنسيبه بقى لحد هياخد بالظبط كده ساعة الا تلت في المية دي. وبعد كده هنطلعه ونختبره، وبعد كده هنحمر بقى جنبه البتنجان اللي احنا عملناه، وندقلج اللحمة في شوية سمنة بلدي كده. وبس كده نكون خلصنا روتيننا النهاردة. اتفضلوا معانا اولا. لو الفيديو عجبكم ان شاء الله ما تنسونيش بقى بسبسكرايب ولايك وكومنت، واترككم في رعاية الله اللي نزل فيديو ودائع. ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ هنعمل النهارده قلاش باللحمه، فيلا بينا كده عشان نشوف عملنا ايه مكوناتنا ايه. معانا قلاش ولحمه وبصل وسمنه ولبن وفلفل الوان وعليها فص ثوم مهروس وملح وكمون وفلفل والسبع بهارات. ومعانا طاسه على النار، اول ما تسخن هننزل فيها في البصل وبعد كده الفلفل الالوان. اول ما الفلفل والبصل يتبلوا هينزل بالتوابل وبعدين باللحمه ونعصقها عادي جدا. وبعد كده هنجيب الصينيه نعمل فيها القلاش على قد حجم القلاش اللي معايا، وادهنها سمنه من القعر ومن الاطراف. وبعد كده هجيب السمنه اللي هدهن بيها الجلاش واحط عليها شويه كربوناتو عشان تساعد الرقاق ان هو من جوه يورق. تمام. وهنزل بقى طبقه قلاش، طبقه سمنه، قلاش، دهن السمنه لحد ما اكمل نص الكميه اللي معايا. وبعد كده هجيب اللحمه اللي انا عصقتها في الاول وافردها في نص الصينيه. وبعد كده هرجع احط تاني عليها من فوق طبقة الجلاش ودهنة السمنة وطبقة القلاش ودهنة السمنة لحد ما اخلص الكمية اللي معايا. وبعد كده هبدأ اقطعها واعمل لها السائل اللي هشربها بيه. هعمل لها يا اما نص كوباية لبن او نص كوباية شوربة مع بيضة مع رشة ملح مع رشة فلفل اسمر علشان تمنعني زفارة البيض. والبيض اساسا انا بحطه عشان يلمع لي وش الصينية. وبعد كده هقطعها وهدخلها الفرن. اول ما ادخلها الفرن اول ما تيجي تبدا تتحمر الكميه بتاعتي دي هتبقى هتكش لدرجه ان هو هيبقى فيه هتكش. اول ما اشوفها احمرت من الجناب هطفي من تحت وهخليها تاخد وش من فوق. وبكده نكون خلصنا اسهل صينيه قلاش. وما تنسوش الفولو واللايك. هنعمل ملوخية من غير مرقة، أكلة أظن المصريين كلهم بيحبوها. تعالوا نشوف معانا ايه. معانا ملوخية ممكن مفرزاها، توم مهروس، كزبرة، كمون، ملح، شوية زيت، مرقة دجاج، ملح، فلفل، طماطم. حمرنا التوم الأول بشوية مادة دهنية وبعد كده نزلنا بالطماطم والفلفل. وأول ما وتكون يستحسن تكون الطماطم طرية شوية. أول ما الطماطم دبلت هرستها شوية كده عشان متبقاش لها قطع كده في ال... في الملوخية. وبعد كده نزلت بمرقة الدجاج والملح ونزلت بالكمون والكزبرة وبس واديتهم تقليبه. وبعد كده قمت جايه نازله بشويه ميه كده. انا عملت الشوربه او المرقه بتاعتها. هنزل بقى بالملوخيه واسيبها شويه. هي هتفك مع نفسها عادي. ممكن تستخدمي ملوخيه خضراء. بعد كده عملت الطشه وطشيت عليها وبس وقدمتها. باي، متنسوش اللايك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله فيديو جديد، معانا وصفة حلوة جدا، وصفة مصرية جدا. معانا ان شاء الله باذن الله الكشري المصري. النهارده ان شاء الله هنقول بقى كل تكاته واسراره، هنقول ازاي البصل يفضل معانا محرمش لتاني يوم، ازاي نضيع الحموضة او طعم الحموضة اللي بقى في الطماطم، ازاي نطلعه زي المحلات بالظبط. هنقول كل اسراره، ازاي يبقى الرز معانا مفلفل، ازاي تبقى المكرونة معانا مفلفلة، ازاي طعم الدقة والصلصة يطلعوا حلوين. كل التفاصيل دي كلها بإذن الله هقولها معانا النهاردة في الفيديو. فيلا بينا بقى نشوف معانا مكونات ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا رز، سوري، معايا هنا مكرونة وشعرية، وبصل وزيت ورز وطماطم وعدس، والتوابل معانا ايه؟ توم مفروم وفلفل وكمون وشطة وملح ومعلقة سكر. ده كان الحمص سلقته عشان تسرع عملية سلق الحمص. حطي معاه شوية زيت ومعلقة كربونات. البصل هنا قطعته جوانح رفيعة جدا، وحطيت معلقتين نشا، معلقتين دقيق، مع ورشة ملح وكمون، وقلبتهم على بعض. وبعد كده عفرت بيهم البصل. وبعدين هاخد البصل في زيت غزير وهقليه في زيت غزير، والزيت طبعا مش هرميه، هصفيه وهستخدمه معايا في باقي الوصفة. هفرش بس منديل عشان انزل عليها البصل. بس الحمد لله باذن الله، يعني الحمد لله النشا طبعا والدقيق مخلوش ليه البصل يشرب نقطة زيت واحدة، مشربش المناديل دي كلها، طلعت زي ما هي. بعد كده البصل معانا اتحمر اهو، والمناديل مش عليها نقطة زيت واحدة. هنعمل بقى الصلصة. معانا طماطم ومعانا رشة سكر. رشة السكر دي يا جماعة بتمنع لي معانا بصل وطماطم والزيت اللي احنا حطيناه في البصل. ومعانا هنا توابل: فلفل، كمون، ملح، معلقة سكر، معلقتين توم. معلقة السكر دي يا جماعة بتمنعني طعم الحموضة اللي بيبقى في الطماطم. هنا وانا بسلق في الحمص، عند مرة بيتسلق كده، حطيت معاه شويه ملح وشويه كمون. وهنا بعد البصله ما احمرت نزلت عليها بالطماطم. وطبعا والبصله بتحمر بحط معاها فص الثوم. بعد كده نزلت بالتوابل. هنا بقى حمرت الشعريه وعملت الرز وعملت سلقت المكرونه. وبعد كده الصلصه خلصت اهي، عايزاها انا بالقوام ده، والبصل لسه معايا ناشف. جينا هنا للحمص، حطيت على الحمص شويه زيت وشويه ملح وشويه كمون عشان ابهره، والزيت يديله لمعه. الرز بقى بتاع الكشري يا جماعه لازم تبقى الماده الدهنيه بتاعته زايده شويه، علشان يبقى مفلفل معاكي وما يتعجنش او ما يبقاش محصلم كده. لازم يبقى شابع ميه وشابع زي ماده دهنيه. تمام. وبعدين بعد ما احمر الشعريه واحط الرز، بفضل اقلب شويه حلوين عشان الرز يتطعم بالشعريه ويتشمع كويس بالزيت وما يتعجنش معايا. تمام. الحمص انا بحطله بديله شط كمون. بصوا يا جماعه، التوابل اللي ممكن تستخدمها في الكشري او ملك التوابل بتاع الكشري هو الكمون. ان الكشري بيموت في الكمون، لان الكشري عباره عن خل وثوم وحاجات من دي، فالكمون صديق الخل والثوم، ودي عارفينها من زمان. وبس كده الحمص كده هخلصه وهركنه على جنب. نيجي هنا بقى للدقة. معانا توم مفروم مش مبشور، مفروم، ربع معلقة خل، شوية زيت، كمون، ملح، شطة. ممكن تستغني عن الشطة. ومعلقتين عصير طماطم بتديها لون زي بتاعة المحلات بالظبط، وشوية مية طبعا. بعد ما حمرت التوم وصل معايا للحلاوة دي او اللون الذهبي ده، قمت جاية نازلة بالتوابل والخل والمية. تمام. جيت هنا بقى المكرونة عشان تفضل معايا مفلفلة لحد تاني يوم، حتى لو انا هعمله لتاني يوم. احط شويه زيت عشان تبقى مفلفله معايا في قلب الكشري. وادي الرز معايا، شوفي مفلفل وحلو ازاي. ده طبعا لان انا مشبعاه ماده دهنيه او زيت، ومشبعاه ميه. حتى المكرونه بتاعتي بسم الله ما شاء الله عليها مفلفله وجميله ازاي. طبقه بقى وطبقه وطبقه، ممكن تفردي طبقه كبيره تحت، طبعا هترصيه حسب ذوقك. والبصل معانا فضل ناشف اهو اكتر من تاني يوم، بامانه لتاني يوم فضل البصلايه مقرمشه زي ما هي. وبس. وهنرص ونحط الحمص ونحط العدس، وبكده نكون خلصنا وصفه الكشري السهله جدا. انا مش عارفه في ناس بتلاقي صعوبه ليه او بتستضعبها، دي حاجه سهله جدا وحلوه جدا، واكله مصريه جدا. والطبق الجامد الكبير ده ممكن تعزمي اي حد من صحابك عليه.
طبعا بترصيه حسب ما انت عايزه. كان المفروض ان انا ارص الصلصه والدقه وبعد كده البصل، بس تمام في الطبق التاني انا عملت كده. بس الطبق ده جه مني كده وبس. هقدمه وبألف هنا وشوف يا رب، ألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. ما تنسيش بقى في السبسكرايب واللايك والكومنت، وميرسي جدا لكومنتاتكم الحلوه اللي بتجيلي. حط شويه دقه، وهقدم معاه الصلصه بتاعته والدقه برضو. الكشري ما بتقدمش غير بالصلصه والدقه بتاعته. وبس نكون كده خلصنا. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى في سبسكرايب واللايك زي ما قلت لكم وكومنت. وان شاء الله باذن الله اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. ويا رب الوصفه تعجبكم، وبالف هنا على اللي هيجربها، واللي يجربها يا ريت يقول لي. ويلا السلام ختام، وان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. النهارده هنقدم وصفه حلوه جدا وطريقه جديده جدا للرنجه. هنعمل سلطه رنجه، وعملنا معاها سلطه بطاريق اهي. وصفه سهله جدا وحلوه جدا. يا رب تعجبكم. وما تنس ويا رب تعجبكم ان شاء الله باذن الله. يلا بنشوف معانا ايه. معانا نص كيلو رنجه، معانا بصله متقطعه مكعبات صغيره، معانا سلطه طحينه، معانا ليمونتين، معانا كزبره وطماطم وفلفل، ممكن جزر وممكن خس حسب متوفر عندك، او بصل اخضر. هنسيح الرنجة على البوتاجاز او في الفرن، وبعدين نفصصها من السفة، ونهرس اللحم بتاعها بالشوكة كده ونفتفته. وبعدين هنزل معاه بالخضار والبصل اللي معايا واقلبهم كويس جدا جدا لحد ما يتمزجوا مع بعض. جربوها هتعجبكم، هتغير طعم. يعني جربوها، للي مجربهاش هتعجبه جدا، للي مجربهاش هتغير طعم الرنجة نهائي، وهتقدموها وهتكوني قدمت حاجة جديدة وحلوة جدا جدا. الرنجة مع الطحينة شيء تاني خالص بصراحة، مع البصل فشيء خيالي بصراحة. وبس على كده هحطها في طبق التقديم. او الطحينه، سلطه الطحينه الجاهزه او الطحينه الجاهزه احنا عملناها ازاي. جبنا طحينه وخلطناها الاول بشويه ميه صغيرين، وبعدين حطينا على شويه الزيت وشويه الملح وشويه، بس ما حطيتش عليها ملح بصراحه، لان الرنجه كده انا ما حطيتش اي نقطه ملح في الموضوع ده خالص عشان الرنجه طبعا ملح. تمام. وبعد كده بخفق الطحينه لحد ما تبقى ماسكه معايا شبه ما، يعني اشوف انا بحب قوامها ايه وبس. وبعد كده كده خلصت سلطة الطحينة، وبعد كده ادينها. وبعد ما اقدم ما حطيتها طبق التقديم، عصرت عليها ليمونه من فوق. هتعجبك جدا الوصفة دي، حلوة جدا. كل ما ندقها بصراحة دعالي وشكر فيها لان هي حلوة جدا. بعد كده بس حلقات زينته بيها، ده اختياري مش اكتر. وبعد كده نزلت بالطحينة وبس. اكون كده خلصت الفيديو بتاعنا وخلصت الطبق بتاعنا الصغير الخفيف جدا. ما تنسونيش بقى في السبسكرايب واللايك والكومنت والشير عشان الكل يستفيد. وشيري بقى واعملي منشن لاي حد من صحابك بيحب الرنجة. وبس اترككم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. وما تنسونيش بقى في السبسكرايب واللايك. يلا اشوفكم ان شاء الله باذن الله على فيديو جديد. دي سلطة البطاريق اللي احنا عملناها، نفس المحور برضو، بصل ومش عارفه ايه وطحينة وكده، وقدمناها عادي وقدمتها مع شيبسي. وبألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ويلا اترككم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام ختام. يلا باي، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ عيد سعيد، يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا فيديو سهل جدا وسريع جدا. هنعمل حلويات او كاسات الكنافة بالكاستر ومكسرات. حاجة حلوة جدا وسهلة جدا جدا، وطبق حلو وبارد كده وسهل جدا تقدري تعمليه لأولادك، سريع جدا. دي بقلاوة بالكاستر كانت حلوة جدا فظيعة برضو، فان شاء الله نعمل مع بعض. فيلا بينا نشوف بقى عملنا ايه. ليتس جو. اول حاجة هنعملها هنجهز الكاستر. احنا حطينا لبن دي كده كوبايتين، 3، 4، حطينا اللبن بناء على ان كل كيس كاستر بيبقى مكتوب عليه من بره، او كل باكت كاستر مكتوب عليه المعيار بتاعه قد ايه لبن. تمام. حطينا اللبن حسب التذوق، بس في المعتاد ان كل كوب لبن او كل كوب حليب ليه 2 معلقة سكر. كل كوب حليب ليه 2 معلقة سكر. حتى لو انت هتعملي عصير، كل كوب عصير ليه 2 معلقة سكر. ده التحلية المعتادة او المتوسطة للبن.
او التحلية عموما. فبعد كده نزلت بقى بالكاستر وقلبته على البارد. ده طبعا احلى من ان انا احطه على النار ويدفى وبعدين اقلب شوية في كوباية لبن لوحدها وبعد كده اقلبها على اللبن. لا، دي الطريقة دي اسهل بكتير. الطريقة التانية، اقلبه واحطه على نار هادية. الاول احطه على نار هادية 5 دقايق كده ولا حاجة عشان يستووا معايا وما يبقاش طعمه فيه بودر كده ومبقاش لطيف. واول ما يتقل كده ويعمل بابلز كده من الجناب، اعرف ان هو تمام معايا كده وتقل تمام. وايدي فيه عشان بس ما يكلكعش من طول ما هو كان على النار من الاول، تبقى ايدي فيه. اسيبه بقى لحد ما يبرد وبعدين يلا نشوف بقى احنا هنعمل ايه. جبت بقى الكنافة. ممكن بقى انا طلعتها من الفريزر وفركتها على طول على ايدي. ممكن تحطيها في الكيتشن ماشين. دلوقتي بعد ما فركتها او كسرتها هحطها عشان احمرها على النار. ممكن تحمريها في طاسة على النار زي ما انا ما عملت، او ممكن تحمريها في الفرن. بس انا قلت ايه، هحط دلوقتي عليها السمنة. انا قلت اعملها على البوتاجاز احسن عشان تبقى ايدي فيها بس وما تتحرقش مني، لان هي لو اتحرقت اول مرة هيبقى شكل الكاسات مش لطيف. وبعد كده هنزل عليها بسيرم الكنافة العادي. ممكن سكر بودر برضو هيديها لون ذهبي جدا، هيساعد عندها لون ذهبي في التحمير. فانا ما كانش متوفر عندي سكر بودر فحطيت السيرم بتاع الشربات. وبعد كده جبت الكاسات وهعمل بقى ابدا اعمل الطبقات. سهله جدا في منتهى السهوله والجمال. الطريقه سهله يعني. هحط طبقه كنافه، طبقه كاستر، وبعد كده هحط طبقة الكاستر وبعد كده هحط طبقة المكسرات. دي مكسرات، ده برضو علبة مكسرات اللي كنت عاملة معاكم قبل كده. ممكن بقى عندي بشر وجوز هند وسوداني. ممكن انت بتحطي كاجو، ممكن تحطي عين جمل، فستق، بندق، اي مكسرات انت حباها او المتوافر عندك. بس هي كانت، انا من عن نفسي من عشاق السوداني فكنت حباها مع السوداني. ممكن تستغني عن طبقة المكسرات دي، بس الطبقة دي بتديها نكهة او تست حلو جدا. فلا، جربوها بطبقة مكسرات بقى، اي مكسرات انتي حباها. وفي ناس بتحط قرفة، ممكن برضو قرفة. وبعد كده طبقة كنافة. الكنافة دي طول ما انتي بتحمريها على البوتاجاز ايدك فيها ما تسيبيهاش، انتي لو سبتيها هتتلسع منك. وطفي عليها انت اول ما تسمعي لها إيه صوت طقطقه في الطاسه كده، او اول ما تتحمر. بس انت اول ما تحطيها على درجه حراره واطيه جدا وايدك فيها على طول، ما تسيبيهاش وتمشي، لان هي بتتحمر بسرعه وملهاش روح. هفرد كده طبقه الكنافه واوزعها في كل الجوانب بتاعه الطبق او الكاسه. وبعد كده هنزل بالكاستر تاني. انا بحب الكاستر جدا على فكره، عشان كده عملتها بالكاستر وبس. وحطينا طبقة الكاستر من فوق وزيناها بالمكسرات تاني. وبس كده خلصنا الطبق. سهل ازاي؟ يا دوبك عملنا الكاستر وعملناه بطريقة سهلة جدا. وبعد كده عملنا حمرنا الكنافة اديناها لون وبس وخلصنا. وحاجة سهلة وبسيطة جدا في الصيف وطعمها فوق الجمال، حلوة جدا بصراحة. يعني حاجة كده طعمة ولذيذة كده وسهلة خالص، حلوة جدا يا جماعة. اتمنى انتوا تجربوها، ان هي حلوة قوي بصراحة، كان طعمها حلو قوي، فظيعة. وكنا بقى كده متحمصة مع الكاستر مع السوداني. عيشوا بقى اللحظة كده وتخيلوا. وهذه المكسرات. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، وصلنا لنهاية الفيديو وخلصنا الوصفة السهلة الحلوة بتاعتنا دي. كشكل، كطعم، شايفين شكلها عامل ازاي من فوق، وشايفين الجمال والحلاوة. حاجة حلوة جدا وسهلة وسريعة جدا، اعمليها وهتعجب اولادك جدا وسهلة خالص. وغيرتي وابدعتي في المطبخ. شايفة الطبقات وجمالها، شايفة الحلاوة، طبقة بقى كنافة، كاستر، مكسرات.
شكلها حلو، اكيد طعمها يجنن. واترككم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. وما تنسوش بقى في السبسكرايب واللايك والكومنت، واشوفكم ان شاء الله باذن الله باذن الله في فيديو جديد على خير. والسلام ختام. باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهارده باذن الله هنعمل حلويات حلوه جدا وسهله جدا وسريعه جدا. هنعمل كاسات التشيز كيك. طعمها حلو جدا، وحلويات سهله جدا 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 وفي منتهى السهوله. هتعجبك ان شاء الله، ويا رب باذن الله الفيديو يعجبكم. وما تنسوناش بقى، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت للفيديو. فبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا كده نشوف احنا هنعمل ايه. يلا بينا نشوف مكوناتنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه، كيس كريم شانتيه، كيس ورقه فانيليا، جبنه كريمي او جبنه مثلثات، ومعانا هنا بسكوت. اول حاجه هعملها، اول طبقه هطحن البسكوت وهبله بالسمنه. هفضل ابل فيه كده لحد ما يبقى عامل معايا زي الرمله المبلوله ويتشكل ويبدا يتشكل معايا. انا الكميه ما اخدتش مني نص كوبايه سمنه بحالها، ما كملتش نص كوبايه حتى. وبعد كده هيكون على جنب، وهعمل طبقه الكريمه. هحتاج كوبايه اللبن وجبنه مثلثات او الجبنه الكريمي وكريم شانتيه وورقه الفانيليا. اهو ضربتهم كلهم مع بعض، وبعد كده لحد ما وصلت معايا بالقوام ده كده خلصت الكريم. بعد كده هاجي بقى اصبها في اطباق، بولات، كاسات، اي حاجه متوفره عندي. احط طبقه البسكويت وافردها كده، وهنزل عليها بطبقه الكريمه. انا بس النهارده عاملاها كده بدون اي اضافات، التشيز كيك العاديه خالص بدون اي اضافات. تمام. بعد كده نزلت بطبقه البسكوت. ممكن بقى تحطي مكسرات، ممكن بقى تحطي فاكهه بين الطبقات، اي حاجه انتي عايزاها، بس النهارده انا عاملاها عاديه خالص. بعد كده طبقه الكريمه. بعد كده هرجع تاني في كوبايه تانية، وهحط طبقه البسكويت. وبعد كده هنزل بطبقه الكريمه وبعد كده البسكويت وبعد كده الكريمه. وهتزينيها بقى باي حاجه انتي عايزاها بقى، بشويه هتزيني بفاكهة، هتزيني بشوكولاتة مبشورة، هتزيني بأي حاجة انتي عايزاها. شفتي الطبقات؟ بتبقى طبقاتها بتبقى باينة يعني من الكاس ان هي طبقات كده، وبقى طعمها حلو جدا 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 بصراحة يا جماعة، وكانت جميلة جدا جدا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ممكن تعمليها بسكوت الاوريو، بسكوت اللوتس، تعمليها بالنوتيلا، بحاجات كتيرة جدا وليها وصفات كتيرة جدا. بس احنا النهاردة عملنا العادية خالص، بس ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض كل الوصفات بتاعتها. بعد كده حطيت فاكهة، زينت فاكهة عادية خالص. ممكن بقى تزيني بأي حاجة، تزيني حاجة ترجعلك. بس وكون كده خلصنا الفيديو بتاعنا. وحلويات سهلة جدا في الصيف تقدري تعمليها منتهى السهولة، وهتعجبك جدا وهتعجب اولادك، لان هي حلوة قوي او سهلة جدا في منتهى السهولة، في منتهى السهولة، ومش مكلفة خالص. بس وكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا، واترككم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنسوناش بقى في السبسكرايب واللايك والكومنت. يلا باي، نتقابل ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد. سلام ختام. باي.
como